اصعب 3 بيعات في العالم. ثالث اصعب بيعه في العالم في المطلق بيع الخدمه. لو انا اديتك دي وخدت منك جنيه، فانا خدت منك جنيه واديتك دي اللي هي فيزيكال، حاجه ملموسه، حاجه في ايديا، حاجه انا ماسكها. ثالث بيعه صعبه في العالم هي بيعه السيرفيس، بيعه الخدمه، ان انا هبيع لك ان انت لما تنزل من الطياره وانت رايح مؤتمر في انجلترا تلاقي عربيه مستنياك توديك دي خدمه، انا ممكن اجر تاكسي. دي ثالث اصعب بيعه في العالم، لان الناس دايما مش عندها ادراك بالخدمات اللي بتتباع لها قد ايه بتنفعها. وثالث اصعب خدمه في العالم تتباع هي الدعايه والاعلان، لان بتوع الدعايه والاعلان بيبيعوا لك خدمه الدعايه والاعلان، فكره الدعايه. انت هتعمل ايه يعني؟ ايه الفكره اللي هتطلعها الجهنميه اللي هتاخد عليها مليون جنيه؟ انت هتعمل ايه كمصور؟ يعني انا ممكن اصور ده بالموبايل. انت هتعمل ايه في اللوجو؟ يعني هتكتب لي اسمي زارا، طب ما انا ممكن اعرفه ZARA وحروف عاديه. فيعني ايه براندنج اللي هتعمله لي؟ لما تلزق لي الحروف في بعض هتاخد مني $30,000. فايه اللي انت هتعمله يعني؟ وخلي بالك بقى الدعايه والاعلان دي كمان بتعتمد على ان الراجل اللي قدامك ده لازم يكون فاهم، يعني اللي انت بتبيع له ده لازم يكون عنده عقليه الراجل اللي بيفهم في الدعايه والاعلان ويفهم في البيزنس، لان هو لو مش عنده ده هيتوقع ان اي حاجه انت بتعملها هو يعرف يعملها، بس هو ما عندوش وقت. دول اصعب 3 بيعات في العالم. بيعه الجنازه اللي هو هتموت تدفن فين، بيعه بعد الجنازه لما تموت هتاخد كام، 3 بيعه اللي هي بيعه الخدمه في المطلق. واصعب بيعه خدمه في المطلق هي الدعايه والاعلان. انا اشتغلت في الاثنين بقى، كنت شغال في التامين، ثاني اصعب بيعه في العالم سبتها، مش هروح ريل استيت وابقى راجل عاقل وابيع شقه بمليون جنيه اخد فيها 50,000 جنيه ولا ب20 مليون، لا رحت ابيع خدمه. ايه رايك؟ هنجيب لك زباين، يا سلام، بكام؟ ب100,000. طب نجرب، لا وحشه، الزبائن ما جاتش. ايه رايك هنعمل لك اعلان؟ لا الاعلان وحش. فسبت دي رحت في دي. زي ما بيعه الخدمه بتاعت الجيم ده بيعه خدمه وبيعه صعبه، والترينر بتاع الجيم ده بيعه اصعب من الجيم نفسها. انا عارف انها اتمرن وعارف ان ده الحديد وعارف ان ده تمرين الشيست وعارف ان دي تمرينه الرجل وبخش على النت وعارفها بتعمل ازاي. فالترينر بقى ان هو يقول لك يلا يا ميشو 10 2 3 4 عاش يا وحش. البيعه دي برضو صعبه. فلما تيجي تبيع خدمه فدي بيعه صعبه في المطلق. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.